بعد كده بدأ يحضر للدهان الخارجي، بدأ يشيل الاستيكرات اللي على الكونتينر بالحرارة ومقشطة، صنفرهم في الآخر عشان يخفي أي أثر، واستعمل حرف من الاستيكرات دي وكمل عليه وعمل اللوجو بتاعه، واختار لون دهان اسمه سويت جراس وهو درجة من درجات الأخضر عشان يندمج مع الطبيعة حواليه، وركب بعدها الشبابيك الجديدة وركب لوحين الإزاز في الفريم اللي كان عامله. والأرضية بقى عملها من خشب كان عنده وعرضه حوالي 6 سنتي وعامل شبه الباركيه، واستعمل الدباسة في تثبيته بالأرض الخشبية، وشكله في الآخر كان جميل جدا. واستخدم خشب كونتر عشان يعمل بيه الجدران الداخلية، ثبت الألواح جنب بعض بمسامير رفيعة جدا عشان ما تبانش بعد التركيب. في السقف استعمل نفس الطريقة بس استعمل مسامير بورمة بدل العادية عشان ما تقعش وهو بيركبها، وجاب الرولة وبدأ في الدهان، وبعدها كمل رش بالكمبريسور عشان يدي لمسة ناعمة على أي أماكن ما اتغطتش كويس. ونيجي دلوقتي لمرحلة الفينش. في المرحلة دي بقى كان لازم يقرر هيحط السرير فين، وده مش بس عشان الراحة لكن كمان عشان يظبط باقي التفاصيل حواليه. قرر يحط السرير في آخر الكونتينر في مكان ما فيهوش شبابيك من الجوانب عشان يبقى هادي وفيه خصوصية أكتر. ركب شباكين صغيرين في ظهر الكونتينر، واحد منهم عشان يقدر يصطاد منه، والتاني اللي قريب من السرير هيحط فيه تكييف صغير. اما بالنسبه للحمام، عمل حمام بدائي كده ودهنه بلون ذهبي، وفكرته كانت بسيطه جدا. عمل فتحه في الارضيه بحيث انها تكون الصرف بتاعه وثبته فيها، والكهرباء ممكن يشغلها بجنريتور او من مكان فيه كهرباء جاهزه. وتوصيلات الكهرباء نفسها كانت بسيطه، مفتاح نور جنب الباب وفيشه جنب السرير ولمبه فوق.